بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل ما نبتدي فيلمنا ما تنساش تصلي على النبي وتدوس لايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا. في البداية الفيلم بيحكي عن معركة شرسة ما حصلتش قبل كده بين سمكة قرش ضخمة من نوع ميجالدون وسفينة USS، وإن القرش دوت هاجم السفينة فجأة، وإنهم ما كانوش مستعدين، لكن بسرعة بدأوا ينشروا أسلحتهم وبدأوا في ضرب القرش بالنار، لكنهم ما كانوش بيتوقعوا أبدا قوة الميجالدون الجبارة اللي برغم ضرب النار عليه هاجم السفينة بقوة وسبب خسائر كبيرة في السفينة. وطاقم السفينة كله حاول يتعامل معاه، لكن القرش سبب لهم خسائر كبيرة في الأرواح ومات كابتن السفينة. وبنشوف سفينة حربية تانية اسمها الملك برضه تعرضت لهجوم كاسح من الميجالدون ومات معظم أفراد طاقم السفينة، ولكنها بتتعرض لهجوم من الميجالدون تاني، لكن المرة دي قدروا يقتلوها. وفي مكان تاني في المحيط في قاعدة كراتوس 2 كانت الدكتورة كلارك بترحب بالعضو الجديدة كريستي اللي ما كانتش مصدقة نفسها ان كل اللي عرفته في دراستها اخيرا هتشوفه وتشتغل فيه، وهما كانوا بيعملوا تجارب بحثية في المحيط. وبعد كده عرفتها الدكتورة كلارك على كورت اللي كان بيصلح اي حاجة بتعطل في المحطة. وبنروح نشوف قائد السفينة الملك واقف مع الجنود اللي بيقولوا له ان كل حاجه اتعطلت في السفينه، المدافع والتوربيدات حتى الرصاص قرب يخلص، وكل ده سببه هجوم الميجالدون. ونروح تاني للدكتوره كلارك اللي بتوزع المهام على الطاقم بتاعها وعلى الدكتوره الجديده، وبتروح بتركب الغواصه وبتنزل تحت الميه، وكانت مهمتها انهم عن طريق جهاز حفر الليزر هيحفروا جزء من قاع المحيط، لكن مره واحده الاتصال بيتقطع بينها وبين المحطه. لكن الاتصال بيرجع تاني وبتقول انهم حفروا حفره مش صغيره في المحيط وطولها حوالي 300 متر ومفيش اي مشاكل، لكن الاتصال بيرجع يتقطع بينهم تاني، وعن طريق جهاز السونار طلع لهم جسم كبير في المكان اللي المفروض ما يكونش فيه حاجه بالحجم ده، والجسم ده كان بيتحرك ناحيه الغواصه دلوقتي. وبتشوف كلارك سمكه قرش ضخمه قدامها وبان عليها القلق، وكلمت كورت لما الاتصال رجع وتقول له انا شفت سمكه قرش ضخمه الظاهر ظهرت لما حفرنا المكان. وبدات كلارك ترجع بالغواصه على المحطه تاني، بس كانت سمكه القرش اللي كان طولها 30 متر وراها مش سايباها في حالها، ومره واحده ضربت عليها شعاع ليزر فخافت سمكه القرش ومشيت، في نفس الوقت اللي كانت الطاقه بتقف في المحطه كلها. وبعد ما طلعت الدكتوره كلارك طلبت من كورت انه يتصل بالدكتور هيلتون لانه متخصص في اسماك القرش. ولما جه الدكتور هيلتون ما كانش مصدق كلام كلارك ابدا، لان مفيش قرش طوله 30 متر، وان اكبر القروش طوله 7 متر بس، واستبعد فكره ظهور قرش الميجالدون الضخم من تاني لانه انقرض من ملايين السنين. وقعد معاهم على جهاز السونار وكان مستني يشوف القرش دوت. وتاني بنشوف قرش الميجالدون بيهجم على سفينه الملك وبياكل 2 من الجنود وضربوه بالنار، لكنهم اصابوه بس لكنه ما ماتش. وفي مكان تاني خالص كانت في سفينه تانيه في البحر وهجمت عليها الميجالدون وكلتها كلها باللي فيها مره واحده على بق واحد. وكانت في سفينه بحريه تانيه موجوده في الميه وقائدها بيتلقى نداء من قائد السفينه الملك بيقول له انه تعرض مرتين للهجوم من اسماك القرش الضخمه وانه بيحتاج للمساعده. فرد عليه القائد وقال له تمام هنساعدك واحنا هنجيلك دلوقتي. وعلى شط البحر كان في شباب كتير بيتفسحوا باللانشات واللي بيعوم في الميه، ومره واحده وبدون سابق انذار تطلع عليهم سمكه الميجالدون تاكل كل اللي موجود وما سابتش واحد منهم حي. وعلى جهاز السونار بيظهر لكريستي القرش باعداد كبيره وانهم صراع جدا وبيوصلوا لأماكن بعيدة، وقالت لازم نحذر كل الناس. ورجع القرش يضرب المحطة مرة كمان، لكن كلارك كانت لها فكرة إنها تحاول تحبس القرش علشان يتقوا شره، لكن حذرتها كريستي من كده، بس الظاهر ما كانش قدامها حل تاني في الوقت ده غير كده، وقالت نحبسه ونتقي شره أحسن ما يطلع وياكلنا كلنا وياكل ناس تانية كتير. والدكتور هيلتون قال دي فرصة كمان علشان أقدر أدرسه عن قرب، وده هيكون اعظم حاجه عملتها في حياتي. وقال انهم لازم يكهربوا الميه علشان القروش بتنجذب اتجاه ذبذبات الكهرباء، فاتفقوا كلهم على كده وفعلا كهربوا الميه وقفلوا الباب على القرش ونجحوا انهم يحبسوه. وبداوا يفكروا هيطلعوا ازاي من المشكله ديت بدون ما يؤذيهم القرش. فقال لهم هيلتون على فكره لكنها ما عجبتهمش وقالوا له فكره وحشه يا عبيط اخواتك وهزقوه، وان فكرتك ديت هتعمل تسونامي احنا مش قده ومحدش هيقدر عليه وهيبقى في ضحايا تانية كتير. فتوصلت كلارك مع سفينة الملك اللي قال لها احنا هنساعدكم، وبعدها اتصل بالسفينة الحربية التانية وقال له يطلع على موقع المحطة علشان عندهم مشاكل ونتقابل هناك. وبعد كده بنشوف هجوم القرش على واحد وزوجته على الشط وكلهم بسرعة. وبعد كده هجمت سمكة القرش على السفينة الحربية التانية وكانت بتدمرها حرفيا وهما بيضربوا عليها النار، وتعطلت المحركات ووقفوا مكانهم. فعلى طول قائدهم اتصل بقائد الملك وقال له احنا اتدمرنا والمحركات اتعطلت، وكان شكله بيعيط وخايف جدا. وقال له قائد الملك هنجيلك. والله يا ملك انا مش عارف انت هتنقذ مين ولا مين. وقعد يحكي للجنود بتوعه ازاي يواجه قرش الميجالدون قبل كده وان دي مش اول مره يواجهه،
لكن كل المواجهات اللي فاتت كانت خسرانه وبيموت فيها ناس كتير. فلما قعد يفكر هيلتون شويه قال ان سمك الميجالدون شرس بالدرجه ديت لان في سمكه حامل، وان الزهور بيهاجموا اي حد، وانهم ما يعرفوش يفرقوا بين السفن واي حد تاني علشان يحموا اناثهم من حوامل، وان مكان الحفره هو المكان اللي بيتجوزوا فيه وهو المكان اللي هتولد فيه اناثهم، وده مكان تكاثرهم. في نفس الوقت كان في طيارتين هليكوبتر بيطيروا حوالين المكان، ومره واحده طلعت القرش وكانت طياره منهم باللي فيها. ونروح لسفينه الملك اللي بنلقى الميجالدون بيهجم عليه، وكلهم ضربوا عليه النار وقنابل يدويه الصنع، وبالفعل قدروا يبعدوا عنهم. بعد كده جت فكره عبقريه على دماغ كلارك ان حد ينزل بالغواصه من تحت الميه مع تشغيل الذبذبات الكهربائيه علشان تجذب القروش اللي ولدت وبقوا كتير، وكريستي توزع القنابل على المحطه، وركبوا هم غواصه تانية ويفجروا القروش عن بعد. ووزعت كلارك مهام كل واحد، وفعلا كورت خد الغواصه الاولى ونزل بيها، بس القرش شافه وفضل ماشي وراه مش سايبه، وفضلوا ماشيين في الميه، وكان خلاص كورت هيوصل لمكان الغواصه فجيته القرش من قدامه وبلعته بالغواصه. بعد كده بتقول كلارك مفيش غير حل واحد وهو التفجير عن بعد، فخدت هيلتون وكريستي ودخلوا الغواصه التانية، لكن الفالحه كريستي نسيت جهاز التفجير عن بعد على المحطه، وبقوا مش عارفين يعملوا ايه. فطلبت كلارك من قائد السفينه ملك انه يحاول يروح للمحطه ويجيب هو الجهاز، فوافق القائد على طول. فكلم القائد جنوده وكانه كان بيودعهم، وهجم عليهم 5 اسماك ميجالدون وبدا ضرب النار، لكن كل دوت ما منعش الميجالدون انه يفترسهم كلهم حتى القائد، واتدمرت السفينه كلها. ولسه بتحاول الدكتوره كلارك تهرب بالغواصه من ال5 قروش، وحاولت كريستي مع جهاز الانفجار اللي اشتغل اخيرا، وبالفعل فجروا الميه كلها، وسمك القرش الميجالدون كله مات، وقدروا ينقذوا نفسهم من الميجالدون. وبعد كده بيطلعوا على الشط ويشاروا لسفينه تانية علشان تاخدهم وتنقذهم. وبكده بيكون الفيلم خلص. وفي الاخر بعد ما تصلي على النبي الحبيب ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه، وخليك متابع دايما لحوت الافلام، هتلاقي عليها اجمد الافلام. وفي الختام احلى سلام.